ايه الموضوع باختصار؟ ادي الفانوس وادي الشبرونه. انا حاولت اصورها على قد ما اقدر. طبعا هحط الشبرونه زي ما انتم شايفين اهو. اوكي، وبعدين هجيب حته قماشه اهي وبفردها بالشكل ده. تمام. وبعدين بجيب رملة عادية او رملة ناعمة وببتدي ادلقها جوه عشان اخلي الفيلماية تتحرق كلها من الاضاءة ما عدا المكان اللي فيه اسود. انا هفهمكم الموضوع كده. احنا كنا زمان بنصور تصوير اللي هو الكاميرا بالفيلم والتحميض والحاجات القديمة دي احنا كده اكننا بنعمل فيلماية قديمة وبنحمضها. احنا دلوقتي بنحرق الماكرو فيلم او الحساس على اضاءة مباشرة، فبيثبت على الحريرة او على الطبقة نفسها بتاعة الحريرة. وبعدين بعمل لها ايه، زي كتم كده، بحيث ان انا اعزل عزل كويس اهو. كلها دي امانات. وبعدين بجيب التايم، بجيب الوقت، ادي الساعة، وبعمل ساعة مؤقتة وبنظبط مع بعض 10 دقايق. ادي 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق. وبنشغل الإضاءة البيضة. احنا عاملين الحبرة دي بس عشان نشوف الشبرونة بتاعتنا كده، وندوس اوكي ونبتدي العد التنازلي. واشوفكم بعد ما تخلص. خلصنا الوقت، هنشيل كل حاجة زي ما عملناها وهنغير الكادر ونشوف كل حاجة مع بعض زي ما عملناها. زي ما هي اهي. انا بلم التراب كله وبرجعه مكانه تاني. عشان كده انا بحط القماش، يعني ممكن نحط الرملة اصلا على الشبرونة مباشرة اهي. طبعا هنشيل الرملة ونشيل اللزق اللي احنا عاملينه اهو. هنشيل الكماية، ولو انتوا ركزتوا في الاضاءة كده هتلاقي ايه، الشبرونة طبعت لو انتوا شايفينها. شايفينها؟ ودينا رجعنا تاني في الخطوة الأخيرة بتاعة الشبرونة. احنا دلوقتي بنحمص. هنبتدي نعمل كده، بنحطها لكننا بنغطسها في المية. هنشوف كل حاجة مع بعض بالراحة. بنعمل كده وبنقلب الشبرونة وبنشتغل على الناحية اللي جوه، ما بنشتغلش على اللي بره. بنفضل نديها كده طبعا ومعانا بخاخة. احنا مجرد ما نسيح بس نسيح المية زي ما احنا شايفين اهو.
انا بشتغل من جوه، ما بشتغلش من بره بس انا بسيح. انا حطيت الرملة جوه فبشتغل جوه، مجرد ما نشد بس على بصوا انا محتاج بس اقلل المية عشان اعرف ادوس. بصوا انا قلبت المية شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ طبعا انا بوقع كل الحساس اللي، ودي النتيجة، ودي النتيجة مع بعض اهو الشبرون، وديني حسست وخلصت التصوير. وكده يكون عملنا المهمة بنجاح وصورنا الشبرونة. وشكرا لمتابعتكم، واستنوني في الحلقة الجاية ونعرف معلومات اكتر عن السيرك سكرين وكل تفاصيله وخباياه. ما تنساش الاشتراك، ما تنساش تدعمني، ما تنساش تعمل لايك وتحط كومنت عشان اقدر اوصل لك كل المعلومات اللي عندي وناس كتير تستفاد بالمعلومة. شكرا.